إلى مقر البرلمان، مرورا بباب السفراء والأسوار التاريخية للرباط عبر شارعي مولاي الحسن ومحمد الخامس، ولكل محطة رمزيتها وحمولاتها التاريخية والوطنية التي ستظل شاهدة عن ماض مجيد وعريق للدولة المغربية وللحضارة المغربية العريقة الممتدة عبر التاريخ لأزيد من 12 قرنا من الزمن. هي حافلة بالعطاء الزاخر والإسهامات الجليلة والكبرى في الحضارات الإنسانية، قوامها التعايش والتلاقح والتحاور والأمن والتفاعل الإيجابي مع مختلف الشعوب والحضارات. تاريخ مشرق ومجيد ممتد في الماضي كما في الحاضر، نعتز ونفتخر به جميعا جيلا بعد جيل. أيما اعتزاز وأيما افتخار في كنف الدولة العلوية الشريفة. فالاعتزاز بالانتماء للمغرب هو شعور وطني صادق، إحساس نابع من القلب، عماده حسن التربية على حب الوطن وعلى مكارم الأخلاق. ويستعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تشكيلة من الحرس الملكي التي تؤدي التحية الرسمية. لحظة من اللحظات الوطنية الصادقة تتجدد اليوم من خلال هذا الحدث البارز في مسار تقوية وتدعيم بناء مغرب ديمقراطي موحد. بمدخل البرلمان تقدم للسلام على جلالة الملك حفظه الله رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة والكاتبان العامان لمجلسي النواب والمستشارين. استحقاق انتخابي يعتبر لبنة أخرى من لبنات ترسيخ الخيار الديمقراطي لبلادنا وتعزيز البناء المؤسساتي للمملكة. فالمؤسسة التشريعية كانت دوما في صلب العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي اعتمدتها بلادنا، والتي توجت بإقرار دستور 2011. وهو دستور متقدم شكل عنوانا للاستثناء المغربي في الإصلاح تحت قيادة رشيدة متبصرة وحكيمة.